مش انا طلعت مع حسام هيكل على المسرح؟ تعالى اوريكم اليوم كان ماشي ازاي. فبقعد اقول ايه؟ طب هل انا كده كدبت على الناس دي؟ صحيت الساعة 2 وعملت قهوة وقعدت اذاكر، وكنت بجد هموت واتعلم اعمل الحركة دي، بس للاسف مفيش نصيب. والله ما انا اعمل. وقمت كلت جزراية عشان لسه مبطل سكر. بعدين الفجر اذن، قمت صليت وقعدت بعدها اقرا شوية قرآن، يعني النص جزء تقريبا بياخد اقل من ربع ساعة. وجهزت الاكل اللي هاخده معايا، والشنطة بجد مش عارف يعني هتستحمل كل ده ولا لا. انا عملت ايه؟ لازم اخد دول معايا، ربما يعني حسام يمضيهم، والكتاب طبعا اللي انا بقراه، والشنطة كانت فعلا بتستغيث. بعدين عملت نسكافيه وسقيت الزرع. بعدين وانا نازل مستعجل لقيت البتاع ده في ايدي، مش عارف ايه ده بجد. والمفروض ان شاء الله هجري في النادي ومتاخر برضه كالعاده. نفسي مرة واحدة بس في حياتي انزل بدري بدري. ومن زنقه الشنطه ما كنتش عارف اطلع الفلوس خالص. هو بيقفل على طول في الايام بتاعة الماتش يعني؟ بس بيكتبوا على النت اللي مفيش. خلاص شكرا. السلام عليكم. التراك قافل عشان في ماتش، فكده بقى نتوكل على الله ونروح الجيم. لعبت بقى تمرينة كارديو يعني اجمد من جري النادي بمراحل الصراحه. نطلع نلبس بقى عشان نروح الجامعة. وكلت بسرعه عشان ما اتاخرش، عشان الكليه بقى يعني تاخير 5 دقايق يعني غياب سيكشن. يعني هتحضر وتجلد ذاتك وتعصر على نفسك ليمون وتمل، وفي الاخر برضه تتاخد غياب. وبعد ما ركبت وطلعت الكتاب بقى اقرا وكده، والايربودز عشان اشغل ميوزك، بس ايه ده، انا ما لقيتهاش. واه للاسف طلعت نسيتها في الجيم. فكلمت الكوتش يعينها معاه، وقرات لحد ما وصلت. وصلت الحمد لله قبل ميعادي ب5 دقايق. حاسس ان الدكتور قوي بجد كده. ايه ده، خلصت السكشن اخيرا الحمد لله. طلعت بعدها المكتبه اكمل تعليم الكتابه السريعه عشان التحدي كان لسه شغال، وهسيب لكم لينك الفيديو تحت. بعدين رحت الايفنت، وبعد انتظار يعني طويل حبتين كده حسام اخيرا جه. فبقعد اقول ايه؟ طب هل انا كده كدبت على الناس دي؟ يعني انا عمال بقول ده انت لازم تعمل كذا، انت لازم تبقى منتج اكتر، انت لازم تعمل مش عارف ايه. وجه اخر يوم وانا ايه ده؟ انا نمت 17 ساعه. يا باشا يا نهار ابيض، ده احنا عنينا لنجم الفلوجات ده برضه، مع احترامنا الكامل لحازم الصديق عشان اكيد لا، هو ده البابا بتاعنا كلنا. الحب كله والله انت انسان محترم. حبيبي يا حسين ربنا يخليك. ربنا يوفقك ان شاء الله ويسددك ماشي يا جماعه. ويكتب لك كل الخير ان شاء الله في كل حاجه بتعملها. ولما طلعت طبعا كنت نسيت اصلا ان انا معايا شنطه، ونزلت وفجاه ما لقيتهاش. يا اسطى الشنطة كان فيها اللاب يا اسطى، كانت ضاعت، انا كنت هموت فاهم. انا كنت هعيط بجد. لا يا عم ما تقلقش، انا كده كده واخدها. تسلم يا يوم. كده الحمد لله الكتب اتمضت، والشنطة الحمد لله ما ضاعتش. يعني اللاب كان انا كنت هعيط بجد. دلوقتي بقى صلي العصر والظهر كمان عشان للاسف فاتني. بعدين جبت سوداني عشان كنت جعان قوي، وجبت تونه بعدها عشان يعني مطول بره شويه. ودي كانت حاجات وحشتني قوي، بس يلا ادينا مكملين ان شاء الله في التحدي. ورحت عند خالد عملت الاكل ونمت لي حبه. يا اسطى يا ريتني ما نمت يا اسطى النص ساعة دي، خلتني هموت وانام والله مش قادر. بعدين نزلنا خرجنا. لا عم زياد زياد يا جدعان، احسن فلوجر في الدنيا، وبتمنى له الخير كمان سنتين هيبقى اجمد واحد في الدنيا. اخويا كيم. بعدين صحابي دخلوا كلوا، بس احنا طبعا يعني احنا جامدين قوي بقى، عندنا عزيمه وبتاع. بعدين جابوا بيبسي وانا جبت ميه للاسف يعني عشان برضو الدايت، وجبت سان بايتس. بعد كده طلعنا على القهوه ولعبنا اللعبه دي، كانت جامده قوي، بس الصراحه انا ما كنتش شايف اصلا. كله يفتح. الحراميه بس اللي يفتحوا، الحراميه تقتل، الدكاتره يفتحوا، خلاص كده كله شكت في الكافون. اللي بعده بقى بقول لك لو حد من هنا عدى جعان نديله اكل. حاجه مهمه جدا حسام قالها النهارده، وهي يعني دي لنوعيه الناس اللي هي بتنجبل لكل حد، واي حد عايز اي حاجه بيعملها له. حاول شويه ان انت يعني تبص لنفسك، يعني زي ما انت بتدي للناس دول حقهم حاول تدي لنفسك برضو حقها. مش معنى انك تكون اناني، بس حاول برضو تبص لنفسك شويه. بس كده، لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك، وهتلاقوا الانستجرام بتاعي موجود تحت لو حابين تتابعوني هناك. اشوفكم تاني قريب، يلا سلام.